فتيجي اوريكم هديه عيد ميلادي اللي انا جبتها لنفسي. يا جماعه انا قررت ادلع نفسي واجيب لنفسي هديه. طبعا روني المصري هتدلع نفسها بايه؟ تعالوا ما اوريكم. رحت عند محمود الفار. جبت ايه بقى؟ يعني طبعا جبت دي، جبت القمر دي الاسبريسو بتاعتي قربت تخلص، فجبت واحده تانية. وبصراحه اللافازه دي كنت جربتها قبل كده وبجد جامده قوي قوي قوي، عجبتني فجبتها تاني. على فكره دي لوحدها بمبلغ وقدره، بس مش مهم فداير عشان عيد ميلادي يعني. طبعا اسبريسو يبقى لازم نجيب ايه؟ قهوه تركي، يعني قهوه. جبت النجار جولد ساده ربع كيلو بقى. يلا 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 يعني صرف ايه عشان عيد ميلاد رون. يعني هو بيجي كل يوم يا جماعه؟ مش بيجي كل يوم، جبت ايه تاني؟ لسه برضو جبت لنفسي شاي الكابوس لان ما بلاهوش خالص فلقيته جبت منه العلبه دي كلها اللي هي 100 فتله. بصراحه انا من عشاق الكابوس جدا، بحبه قوي قوي لان انا من هواة الشاي التقيل. فهو بصراحه مش محتاجه احط كميه شاي كتير، هي الفتله لوحدها بتغني، بيبقى تقيل تقل فظيع. فبجد اخر حاجه بقى يعني قررت اجيبها لنفسي شاي بالنكهات. انا بحب دلمة قوي بصراحه، بحب دلمة اكتر من البراند التانية. دلمة بالستروبري. بصراحه انا اصلا يا جماعه من عشاق الشاي، يعني شاي قهوه. انا عامله تجمع مسمياه قهوه من كتر حبي في الشاي والقهوه والمشروبات كلها سخنه. بجد انا بعشق المشروبات السخنه جدا خصوصا المشروبات اللي فيها كافيين. بصراحه يا جماعه لا بحبها قوي. بخش اي هايبر قدام البارتيشن بتاع الكافيين والقهوه والاسبريسو، ببقى مش عارفه اجيب ايه ولا ايه ولا ايه كده. دي كانت هديه روني المصري لنفسها بمناسبه دي مقبوله يا روني والله. يا رب عقبال كل سنه، ويا رب تكون سنه سعيده عليكي يا روني. شكرا لكل واحد كتب لي كومنتس او بعت لي مسج بمناسبه عيد ميلادي، وشكرا لكل حد احتفل بعيد ميلادي، سواء بروكلين، سواء نور صاحبتي اللي اتعرفت عليها من قهوه روني المصري، سواء اهلي. كل ده بجد شكرا ليكم جدا جدا جدا. دي هديتي عشان ابين لكم مدى حبي للقهوه، ان انا القهوه بالنسبه لي مش مجرد حاجه او ترند بشربها، لا انا بحب القهوه فعلا بجد. بعشق حاجه اسمها قهوه، سواء اي حاجه فيها كافيين فانا بعشقها يا جماعه. نجار، قهوه عاديه، قهوه اسبريسو، انا مدمنه قهوه. يعني انا زي ما بيقولوا من البيج فان. القهوه والكافيين دول يعني والله بيجروا في دمي حرفيا. بالنسبه لي يعني لو حللوا دمي هيلاقوا نسبه كافيين دي اعلى حاجه في الجسم. بس كده انتظروا بقى هنجرب الحاجات دي كلها. يعني انا المره اللي فاتت كنت جربت النجار جولد محوج، المره دي هجربه جولد ساده. قالوا لي ان الساده اقوى لان المحوج للاسف التحويجه فيه ما كانتش حلوه. هي الريحه بتاعته كانت تحفه قوي، لكن التحويجه بتاعته ما كانتش باينه قوي، التيست بتاعها ما كانش باين قوي. فهنجرب الساده سوا ونشوف هل فعلا هيستاهل التجربه ولا لا. طبعا هنعمل بقى اسبريسو سوا، ونعمل بقى كابتشينو سوا، جايبين بقى برضو لبن، وهنعمل بقى ايه حاجات جامده جدا داخلين على الشتاء. ودلما ده بصراحه انا جربته قبل كده وكان حلو قوي قوي قوي. طبعا شاي الكابوس غني عن التعريف. انا بقى نفسي اعرف فيه براند اقوى من شاي الكابوس في الشاي. محدش يقول لي شاي السلام. انا بورسعيديه بس انا ما بحبش شاي السلام، وبالنسبه لي شاي السلام دلوقتي بقى مش ما بحبش شاي السلام ده خالص. شاي السلام ده بالنسبه لي ميه، فتتفقوا معايا او تختلفوا. انا بالنسبه لي اللي عايز شاي تقيل بجد عليه وعلى الكابوس فقط، غير كده ما فيش شاي بنفس الكابوس في الوقت الحالي في تقل الشاي. بس كده وشكرا ليكم جدا، وانتظرونا بقى في تجمعات وريفيوهات قريبا جدا مع روني المصري. باي باي، بحبكم قوي.